السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في فيديو جديد على قناتنا. أنا متحمس جدا لمشاركتكم اليوم قائمة مميزة من أفضل أنميات 2025 التي تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي. قبل ما نبدأ، حابب أقول لكم إن القائمة اللي اخترتها لكم اليوم فيها تنوع كبير يناسب كل الأذواق، سواء كنت من محبي الأكشن، الدراما، أو حتى الفانتازيا، راح تلاقي اللي يعجبك. خلونا نبدأ مع تحفة فنية مميزة، وهي أساطير في قادم الزمان، العمل السعودي الياباني المشترك اللي جمع بين سحر التراث العربي وإبداع الأنمي الياباني. الموسم الثاني راح يعرض في 24 يناير، وأتوقع يكون أقوى من الموسم الأول. وطبعا ما نقدر ننسى سولو ليفلينج اللي حقق نجاح كبير في موسمه الأول. الموسم الثاني راح يكون أقوى وأكثر إثارة، خصوصا مع تطور قدرات سونغ جين وو. يوميات الصيدلانية من الأعمال اللي لفتت الأنظار بقصتها الذكية وشخصياتها المميزة. ماو ماو راح تواجه تحديات جديدة في القصر الإمبراطوري، أما لازاروس فهو من الأعمال الجديدة اللي أتوقع تحدث ضجة كبيرة، قصة مشوقة عن دواء غامض وتداعياته على المجتمع. ساكاموتو دايز يرجع لنا بموسم ثاني مليان أكشن وكوميديا. ساكاموتو بطلنا المفضل راح يواجه تحديات جديدة للحفاظ على حياته الهادئة. زينشو من استديو مابا الشهير يقدم لنا رؤية مستقبلية مميزة، وأتوقع يكون من أقوى أعمال 2025. جاتشيا كوتا قصة مغامرة جديدة راح تاخذنا لعالم تحت الأرض مليان بالأسرار والتحديات. وما ننسى دكتور ستون اللي راح يكمل مغامرته العلمية المشوقة، وك ماي دريس اب دارلينج اللي حبيناه في موسمه الأول، وتويلت باوند هاناكو كون بقصصه الغامضة المميزة. قبل ما نبدأ، حابب أقول لكم إنه القائمة اللي اخترتها لكم اليوم فيها تنوع كبير يناسب كل الأذواق، سواء كنت من محبي الأكشن، الدراما، أو حتى الفانتازيا، راح تلاقي اللي يعجبك. قبل ما أختم، حابب أذكركم إن كل هالأعمال راح تكون متوفرة على القنوات الرسمية ومنصات البث المعروفة. وأخيراً، شكراً جزيلاً لكم على المشاهدة. إذا عجبكم المحتوى، لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ما يفوتكم أي جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات، وأي أنمي تتحمسون له أكثر. نشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامة.